صباح الفل والورد والياسمين على احلى متابعين في الدنيا. يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات للفيديو ده، ومشتريات شهر 2 وفي نفس الوقت خزين رمضان. ما تنسوش كده قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا تشجيعة كده حلوة منكم باشتراككم في القناة، ولايك كده حلو منكم يفرحني. قبل اي حاجة ربنا يعين كل اب وام على اسرته وعلى اولاده وعلى بيته يا رب، لان الاسعار اللي احنا فيها دي ربنا يرحمنا جميعا برحمته. الاسعار الشهر ده غير اسعار اي شهر، الاسعار الشهر ده زايدة جدا جدا، هي مش بتزيد كل يوم، هي بتزيد كل ساعة، فربنا يعيننا ويقوينا جميعا يا رب. جبت كده من المكرونة دي 5 كيلو من المكرونة بتاعت بساطة دي. عايزة اقول لكم ان النوع ده حلو قوي 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 يا بنات، نفس جودة الملكة وحواء، ويعني هي سعرها يقل شوية عن الملكة وحواء، ولكن نفس الجودة بتاعتها ممتازة بجد في السوا، في الطعم، والسوا بتاعها كده بتقطم مش بتعجن خالص. والكيس كيلو كيلو، مش كيلو الا لا، الكيس كيلو كيلو. جبت كده زي ما انتوا شايفين 2 كيلو من القلم اللي هي الفرن، وكيس كده كيلو اسباجيتي، وكيس كيلو شعرية، وكيس كيلو كده من المكرونة اللي هي الصغيرة بتاعت التحمير دي او بتاعت الكشري. الكيس كان عامل 28 جنيه. زي ما بقولك طعمها جميل وبتقطم كده في السوا بتاعها ومش بتعجن خالص، فالنوع ده حلو قوي. انا بصراحة بعتمده من فترة كبيرة وعلى طول بجيبه هو. جبت كده كمان معايا شكارة الرز دي 5 كيلو. نوع الرز ده برضو نضيف وحلو قوي بصراحة، مش بيحتاج ان انت تنقيه ولا حاجة، ومش بيعجن كده وحلو قوي، مش فيه تكسير كده كتير، الكيس كده مفهوش تكسير ولا حاجة، لا الحباية كده بحبيتها وحلوة قوي كده. الشكارة الرز ال5 كيلو دي كانت عاملة 160 جنيه، يعني تقريبا الكيلو واقف فيها ب32 جنيه. وجبت كمان الدقيق، جبت 4 كيلو من الدقيق. بصراحة نوع دقيق الحاوي دوت انا اول مرة اجربه، بس في ناس كتير يعني شكرت فيه، لكن دقيق الكوثر ده انا على طول بستعمله وعلى طول بجيبه، يعني مش بجيبه اللي هو بصراحة دقيق السايب دوت مش بحبه خالص. يعني جربت الدقيق السايب دوت في حاجات كتيرة بلاقيها كده مش بتظبط معايا، لكن الدقيق الكوثر دوت بصراحة حلو جدا ممتاز يا بنات. على طول بعمل بيه حاجات كتير، معجنات وفطير بقى وحاجات من ديت، بتطلع النتيجة حلوة قوي. والكيس كان عامل 25 جنيه. بصراحة يعني لحقته كده ايه قبل ما يرفع قوي كده ال28 وال30، هو حاليا ب30 جنيه. هي زي ما قلت لكم الاسعار بتزيد مش كل يوم، الاسعار بتزيد كل ساعة، يعني تنزلي الصبح تجيبي حاجة بسعر، تيجي تجيبيها تاني بالليل تلاقيها بسعر تاني خالص. السكر بقى انا ما اشتريتش السكر بصراحة كان عندي، يعني كل شهر كده كان بيفيد معايا كيس او كيسين، فكنت بعينهم، كنت بقول ايه دول هعينهم لرمضان، دول هشيلهم لرمضان، فبصراحة نفعوني جدا مع ال2 كيلو اللي باخدهم في التومين. فالسكر بصراحة انا ما اشتريتش، يعني كان عندي ال5 كيلو دول كل شهر كده كان بيفيد معايا كيس او كيسين كنت بعينهم. لكن الشاي اشتريت الربع كيلو، شاي العروسة ده الربع كيلو ب55 جنيه. فحاولوا كده على قد ما تقدروا لما تنزلوا تشتروا حاجات تلاقوا كده حاجة عليها عروض او حاجة كده رخيصة، يعني تجيبوها. الحاجة في البيت بصراحة مش بتخسر خالص، الحاجة في البيت بتنفع عن الفلوس كتير، لان احنا في وقت كل حاجة فيه كل شوية الحاجة فيه بتزيد، فربنا يرحمنا جميعا برحمته. جبت بقى كمان معايا الزيت، جبت 5 كيلو من الزيت، زيت الممتاز ده النوع نضيف وملهوش ريحة كده وحلو قوي. برضو لحقته قبل ما سعره يرفع قوي كده. انا كنت جايبة الازازة كانت على 70 جنيه، حاليا هي تقريبا ب95، او في اماكن تانية كمان بتبيعها ب100. فلحقته كده بصراحة، يعني ربنا سترها معايا ولحقته قبل ما سعره يزيد قوي كده. طبعا انا جبت الحاجات الاساسية الضرورية في البيت اللي لا غنى عنها.
المنظفات بقى، جبت كده الصابون دوت. الصابون ده يا بنات حلو قوي، اسمه انجلش ليتر. الصابونه كده بتعيش معاكي، ريحتها حلوه وبتعيش كده معاكي، مش بتبوش على طول كده في الميه، لا هي بتقعد كده معاكي فتره الصابونه يعني، فحلوه قوي. الصابونه فيه كانت عامله 12 جنيه، يعني الباكت 4 كان عامل 48 جنيه. ومناديل فاميليا دي برضو حلوه جدا، 3 طبقات كده وحلوه قوي. كانت المناديل عامله 20 جنيه. اوكسي بقى بصراحة انا مش بستخدم غيره، حلو جدا في الاوتوماتيك والفوق اوتوماتيك، ممتاز بصراحة، بينظف كده وبيخلي الهدوم كده معاكي نضيفة وزي الفل. الكيس كيلو ونص كان عامل 70 جنيه. طبعا احنا بنجيب الحاجات الضرورية المهمة في البيت، وربنا يعيننا جميعا، وان شاء الله بأمر الله هجيب حاجات تانية وهشاركها معاكم بأمر الله. ربنا يعيننا جميعا يا رب. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.